السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. مستر مصطفى سمير Teacher of English in a Language School، ودي قناتكم قناة تعليمولوجي في تعليم اللغة الإنجليزية. إن شاء الله احنا هنبدأ في سلسلة جديدة، هي سلسلة إزاي أقرأ إنجليزي بسرعة. How to read fast. طبعا ناس كتيرة بتقعد تسأل كده، هو أنا ممكن أقرأ بسرعة وأقرأ كده كأني مثلا نيتيف، مثلا يعني شخص أجنبي أو صاحب لغة، أو إن أنا اتولدت مثلا في مكان بيتكلم اللغة دي من أهل اللغة؟ ممكن طبعا. في السلسله ان شاء الله، في السلسله ان انا ان شاء الله هنبتدي بيها وهنشتغل عليها، هي هتخلينا ان شاء الله في المرحله المتقدمه في اخر الكورس ان شاء الله، في اخر السلسله، ان انا هقرا بسرعه بشكل سريع والشكل مظبوط ان شاء الله، وهنعرف ازاي نعمل الكلام ده كله ان شاء الله. ولكن ما تنساش حضرتك اللايك والكومنت والشير والسبسكرايب لو في اي حاجه، علشان خاطر نقدر نظبط اللغه بالنسبه لنا ان شاء الله. عشان ان شاء الله في نهاية السلسلة ان شاء الله هنقدر ان احنا نقرأ بالشكل ده. I have a doll. Its name is Barbie. It has blue eyes, a little pink mouth and long yellow hair. It can dance and sing. I like playing with my doll. وعلشان ما اطولش على حضراتكم، يلا بينا على درس النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مع الدرس الخامس من سلسلة إزاي أقرأ بسرعة How to read fast. طبعا هنقرأ زي ما متعودين إن احنا في الفيديو بتاعنا بنتقسم لثلاث أقسام، إن احنا نقرأ القطع ونترجمها. القسم الثاني إن احنا بنحل الأسئلة، والجزء الأخير اللي هو المهم إزاي أخد التكنيكس والطريقة إزاي نقرأ بسرعة وأقرأ كأني بقرأ نيتيف، كأني إنسان من اللغة أهل اللغة. طبعا هنا نقرأ read the passage and answer the questions. بالطبع احنا بعد ما قرأنا كتير جدا في الفيديوهات اللي فاتت، فطبعا احنا نقرأ الجملة دي بسهولة وعرفنا ايه السبب. نشوف القطعة بتاعتنا. I have الاي في الاخر ما بقراهاش. a doll. Its name is Barbie. It has blue eyes, a little طبعا little pink mouth and long yellow hair. It can dance. السي بعدها حرف الاي ما اقول عليها س. dance and sing. I like playing with my doll. تعال نشوف المعنى. I have a doll يعني أنا معايا لعبة أو أنا عندي لعبة. Its name is Barbie. اسمها بيكون باربي. Its name يعني اسم بتاعها، اسمها بيكون باربي. It has blue eyes. هي عندها عيون زرقاء. زرقاء او بلو يعني ازرق، دي صفة بوصف العين، فلازم اقول العين الاول وبعدين الصفة. blue eyes يعني عيون زرقاء، يعني بنعكس في الترجمة في اللغة الانجليزية. a little pink mouth بق او فم. pink لون البينك. mouth little صغير. and long yellow hair وشعر أصفر طويل. شايفين الترجمة؟ ببدأ من اليمين طالما دي صفة وموصوف، يعني صفة واسم. it can هي تقدر، أنا بتكلم it عايد على الدول. it can dance هي تقدر ترقص. dance يرقص. and sing وتغني. I like أنا بحب. playing أنا بحب ألعب. يبقى هنا like الكلمة اللي بعدها يكون فيها ing. I like playing أنا بحب ألعب with my doll بحب ألعب مع لعبتي. نشوف ننتقل على الجزء الثاني في إن احنا نحل الأسئلة. بخصوص الجزء الثاني في الأسئلة نشوف السؤال بيقول إيه. السؤال بيقول choose the correct answer. choose اختار the correct answer الإجابة الصحيحة. The doll has a space pink mouth. الدول اللعبة عندها pink mouth. الماوث البق بيكون لونه ايه؟
لونه بينك. طب هو ماله؟ كبير little صغير يعني، ولا big كبير، ولا huge؟ طبعا هي موجودة في القطعة انها little. السؤال الثاني the doll's eyes are عيون اللعبة بتكون black ولا blue ولا brown؟ طبعا هي blue. شوف السؤال الثالث I like أنا بحب أنا بحب إيه؟ with my doll مع لعبتي. بحب إيه بقى؟ singing ولا playing؟ طبعا موجود عندنا في القطعة I like playing with my doll، يبقى هنا هتكون الإجابة playing. شوف عندنا السؤال الثاني put true or false، يعني شوف هي الجملة دي صح ولا غلط. الجملة الأولى I have a cat، هي دي كات وأنا معايا قطة؟ لا طبعا أنا معايا doll، يبقى دي false. نمبر 2 the doll can sing، اللعبة تقدر تغني. أيوة طبعا true. نمبر 3 the doll has black hair، يعني القطة اللعبة ليها شعر اسود. لا طبعا هو كان yellow. شوف السؤال اللي بعده answer the following questions، اجب على الاسئله اللي جايه. السؤال الاول what's the doll's name، ماذا يكون اسم اللعبه؟ doll's name اسم اللعبه. نشوف اسم اللعبه كان its name is Barbie. السؤال اللي بعده what color is its hair، ما لون بيكون شعرها؟ فطبعا its hair its hair is what؟ is yellow. its hair is yellow. ونتنقل على الدرس الثالث او الجزء الثالث من الفيديو، وهو اللي احنا منتظرينه. طبعا وصلنا للجزء الثالث من الفيديو وازاي ان انا اقرا بسرعه. طبعا الجزء اللي احنا كلنا منتظرينه. طبعا هنا لما نيجي نقول الجمله الاولى طالما الكلمات سهله نحاول نقراها بسرعه وبشكل فيه سموث شويه، يعني فيه نعومه شويه. I have a doll. I have a doll. مش هقول I have a doll، لا I have a doll. Its name is Barbie. Its name is Barbie. It has blue eyes. It has blue eyes. مش هقول it has blue eyes واطول كده وامد في اليو، لا في النطق يعني ان ده بيتنطق يو فاقول بلو واقول يو، لا. It has blue eyes. It has blue eyes. A little pink mouth. A little pink mouth. A little a little pink mouth and long yellow hair. And long yellow hair. And ما قلتش and long yellow hair. It can dance. It can dance and sing. It can dance and sing. It can dance and sing. I like playing with my doll. I like playing with my doll. هنا الجي طبعا مش بنقراها او بتبقى نطقها مش ظاهر قوي. I like playing with my doll. I like playing with my doll. حاول تتدرب عليها كتير واقراها القطعه كذا مره، هتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط، وهتلاقيه ممتع ان انت بتقرا بشكل فيه سموث شويه، فيه نعومه شويه، فبتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط. ونشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم.